ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال يا رب العالمين. النهارده الفيديو بتاعي كده مختلف. انا حبيت ان انا احكي لكم يعني عن تجربة دور برد كده. مش عارفة، هو دور برد غريب قوي. آم، ماشي اليومين دول هو في الجو، يعني هو الدكتور قال ده عدوى ماشية في الجو اليومين دول الدور ده. آه، بس الفكرة بقى ان الدور بيطول شويتين، غير اي دور برد كمان. آه، كنت حاسه بقى ان ظهري، بجد ظهري مقسوم نصين، ظهري وصدري. كأن صدري متعور، حاسه ان حد معوره من جوه، كأنه متعور بجوه بسكينه بجد. من غير ما كانش لسه كمان عندي الكحه شديده. كحه بقى صعبه 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 صعبه، تحس ان روحك بتطلع من كتر الكحه. الظهر والصدر، نسبة الوجع بتاعهم يمكن معدية من 200% كمان. غير طبعا بقى ايه الوجع الجسم الرهيب رهيب جدا. انا مش عارفة يعني احنا ممكن نعمل ايه ان احنا يعني اما يجيلنا ما يبقاش بالاعراض دي كلها، ما يبقاش بالشدية دي. انا ما اعرفش بجد. غير بقى ممكن ان احنا ناخد ادوية تقوي المناعة، فيتامين سي، الحاجات دي، بحيث ان احنا ما نعديش بالدور، يعني ما ناخدوش كله، لانه بجد يا جماعة دور صعب قوي قوي. انا كان عامل لي دور اكتئاب. انا بجد كنت مكتئبة من كتر ما انا مش قادرة. الايام بتعدي انا بزيد مش بخف. يعني مثلا انت اي تعب بيجيلي بيبقى شديد مثلا، وبعد كده بيخف بيخف بيخف. ما كانش معايا كده خالص، كان بيزيد. انا باخد له حقن، وباخد مضاد حيوي ومجموعات للبرد، حاجات من دي، وكلها ما كانتش مأثرة معايا نهائي نهائي. بعد كل ده كنت يا دوب حرفيا بقوم ان انا اعمل للولد حاجة بسيطة بس ياكلوها. لو انا هنشر دورة غسيل مثلا على السريع، حاجة كده بسيطة كده، اللي هو الحاجة يعني بعمل حاجة بسيطة عشان طبعا البيت اللي بقى فيه ولاد وكده بيتكركب بسرعة، فحاجة تخلي البيت بس مترتب شوية. فما كنتش قادرة ان انا اعمل اي حاجة خالص غير تنميل تنميل بجد في شعري، دماغي، شعري. كنت حاسة حرفيا ان حد بيشدني من شعري. انت عارفة احساس ان حد بيشدك من شعرك؟ بيشدني بجد، مش مبالغة والله في الوصف، حد بيشدني من شعري. انا ما كنتش لابسه مثلا توكه جامده او حاجه، لا انا عادي خالص، ما كانش في اي حاجه في شعري تخلي مثلا ان انا شداه او كده. لا، حاسه ان حد شددني من شعري من قدام. غير التنميل الرهيب، غير ما فيش احساس بالوقت. حاسه ان انا عايزه اعيط من كتر ما انا موجوعه، مش عارفه حاجه، ما فيش حاجه مسكناني، مفيش حاجه مديه معايا نتيجه. وانا لقيت برضو كذا حد بيشتكي من نفس الاعراض، وبيقول ان هو بياخد العلاج والاعراض بتزيد مش بتخف. فبجد خدوا بالكم، خدوا بالكم، لو اي حاجه بتقوي المناعه خدوها. آه، مش عارفه مثلا اول لما يجيلكوا دور البرد تروحوا للدكتور بسرعه. انا ما روحتش يعني غير بعد اسبوع، لان كنت خلاص جبت اخري من كتر الوجع. حاسه ان انا تايهه، حاسه ان انا مكتئبه، مش قادره اسمع صوت حد، مش قادره اتكلم مع حد، مش قادره اتفاعل، مش قادره امسك صوت يعني الموبايل، مش قادره امسك الموبايل دقيقه بس حتى ابص فيه. ان انا اغير بيه مود. مش قادره مثلا ان انا اقعد على الكنبه مثلا 10 دقايق حتى ابص في التلفزيون، ان انا اغير بيه مود مش قادره، غير ان انا عايزه انام على السرير، ومش جاي لي نوم. يعني مش عارفه انام من كتر الوجع، مش عارفه انام. آه كمان بيجيلي وقت بنام فيه ما بحسش بحاجه، بحمد ربنا بجد ان الوقت ده جاي ان هو يخليني انام ما احسش بحاجه من كتر الوجع. فبجد دور غريب وصعب. ما انا يمكن ما حسيتش بيه من ايام الكورونا. كان جالي ايام الكورونا دور برد صعب، ممكن كان ساعتها كورونا، بس كنت رحت للدكتور وما كانش قال يعني ان هو كورونا. بس كان فعلا كان ايامها برضو كان دور صعب، وما كنتش بتحسن برضو مع العلاج. بس ده كمان دخل عليا باكتئاب، بيخليني مكتئبة. عايزة اعيط، انا عايزة اقول انا يعني عايزة ابص حواليا، مش قادرة اتكلم مع حد. يعني انا وانا قاعدة مع حد مش عارفة اتكلم، مش عارفة اتفاعل. انت عارفة انا عايزة اقعد لوحدي، ومش عايزة اتكلم مع حد، ومش عايزة اتفاعل مع حد.
مش قادرة أسمع صوت حد أصلًا، حتى صوت الولاد وهُم بيتكلموا مش قادرة بادخل أقعد في أوضة لوحدي. حاولوا طبعًا بقدر الإمكان لو عندكم أولاد أطفال ابعدوا عنهم. أنا كنت مخلية ليا فوطة لوحدي، بانام في السرير لوحدي، باغيّر وشوش المخدة كل يوم والتاني على قد طبعًا ما كنت باقدر إن أنا أقوم. الكوباية لوحدي، كل حاجة شخصية طبعًا كانت لوحدي، عشان إن أنا أبعد عنهم، ما اخلّيش بصراحة الدور صعب عليهم، بعد الشر عنهم يا رب ما يتعدوش، يا رب بجد ما يتعدوش ويعدي الموضوع على خير، لأن بنتي حاسة إن هي بدأ النهارده تكح وكده، فمش عارفة إن ده كحة عادية، لأن هي على طول الكحة عندها بتبقى صعبة شوية. فبجد خدوا بالكم من كل حاجة. يعني ما تحسوا بدور البرد، مش عارفة اقول لكم اجروا مثلا نروح للدكتور، مش عارفة ننصح بحاجة بصراحة، مش عارفة خالص، بس انا كنت حابة بس ان انا آه، اقول لكم على الاعراض. انا يعني حاليا بعد ما فات اسبوع رحت للدكتور، لان خلاص بقى كنت بنهار. انا رايحه له وانا عايزه اقول له بص اديني اي حاجه تسكنني، لاني مش قادره، انا عايزه انام. الكحه كانت صعبه، رغم ان انا كنت باخد برضو حاجات للكحه يعني. فهو اداني مضاد حيوي، اداني فوار كده للكحه، طبعا مسكن، ودواء للمعده لان معدتي كانت بتنهار. انا كنت حاسه ان في نار خارجه من بطني، مش قادره ادوق اي حاجه، مش قادره اكل خالص نهائي، ما عنديش اي رغبه ان انا اكل اي حاجه، غير طبعا انا فاقده حاسه الشم والتذوق، مش شم ولا حاسه باي طعم اي حاجه خالص دلوقتي حاليا يعني. بشم بعض اوقات حاجات كده كاني شامها من بعيد قوي. وانت عارفه تحس ان حاجه من بعيده ما انتش مفسراها، ده انت شامه ايه كده يعني. لسه حاليا، بس الحمد لله ان انا قدرت ان انا اتكلم، كنتش اصلا صوتي طالع خالص خالص نهائي. آه، فخدوا بالكم، وان شاء الله يا رب يعديها على خير. ولو عندكم اولاد صغيرين، ادوا لهم ادويه للمناعه تقوي مناعتهم شويه، واهتموا بالاكل شويتين ثلاثه، لان الدور صعب. وان شاء الله يا رب ما ينشوفش في اي حاجه وحشه، واتمنى ما حدش يمر بالدور دون، ويكون سهل ولو عندكم الاعراض دي ما تقلقوش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.